النهاردة هنعمل مع بعض شاورمة الفراخ بطريقة سهلة تحفة، طعمها في منتهى الجمال. بس كملي معايا الفيديو للآخر عشان تشوفي الطريقة. أول حاجة معايا نص كيلو من صدور الفراخ، ومعايا كمان بصل وفلفل ألوان، ومعايا كمان طماطم. الخطوة اللي بعد كده هبدأ أقطع الخضار بتاعي شرايح كده بالشكل دوت. أنا قطعت الفلفل كله بنفس الحجم، وهقطع برضو البصل كده مكعبات صغيرة وحطيتهم كلهم على بعضهم كده. بعد كده هجيب الطماطم واقطعها برضو شرايح نفسهم بالظبط كده. والخطوة اللي بعد كده جبت شرايح الفراخ واقطعها لمكعبات صغيرة بالشكل دوت. هنا خلصت تقطيع الفراخ، هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وأقل من ربع المعلقة قرفة، وأقل من ربع المعلقة جنزبيل. وهحط برضو عليهم ربع كوباية من الخل، وهديها كده تقليبة مع بعض كده سريعة. بعد كده هنزل عليها بكمية الخضار كلها اللي أنا قطعتها. هدي الخضار بقى مع الفراخ كده تقليبة كده سريعة بالشكل دوت، وهسيبها بقى في التلاجة تتبل شوية على ميعاد الأكل. في طاسة على النار حطيت معلقتين من الزيت وسبتها لغاية ما سخنت خالص. بعد كده نزلت بكل كمية الفراخ والخضار اللي معايا، وهسيبها كده على نار عالية في الأول عشان ما تنزلش ميتها وتنشف معايا. بعد كده هبدأ ان انا من وقت للتاني كده اقلبها تقلبتين كده بالشكل دوت. وبرده هي مش هتاخد معانا سوا كتير على النار، لان احنا متبلينها من بدري في التلاجة فهتطيب معانا. وهنا خلاص كانت استوت بالشكل دوت كده. هديها تقليبة وهبدأ ان انا ارفعها من على النار، وهبدأ ان انا انزل بيها كده في طبق التقديم. بجد طعمها حلو قوي، مش عايزة اقولكم في الوقت دوت الريحة كانت عاملة ازاي. بجد طعمها حلو قوي وتحفة وفي منتهى الجمال ما شاء الله. الفص دايب معايا مش ناشف ولا اي حاجة. جربيها بقى بنفس طريقتي وقوليلي رأيك في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.